عليكم اخواتي، مرحبا بكم في قناتي اللي هي قناتكم دائما الشهوات هالة. تتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وبصحه جيده وبتمام الحال ان شاء الله. كما تشوفوا عندي واحد الطلبيه ديال الميني بطبوط وقلت غادي نشاركها معكم باش اللي بغى يخدم في هذا رمضان ان شاء الله يدخلوا عليكم الصحه والسلامه يا ربي. غادي نمشي معكم دقه دقه طريقة العجين وبعض النصائح ان شاء الله باش ينجحوا معكم ويجيكم خاويين من اللصق وفتيين، وطريقة ديال الطهي إن شاء الله. وحتى الثمن ان شاء الله غادي نقول لكم بشحال خرجت الحبة. ما بقى عليكم غير تبقاو معايا ان شاء الله الى الاخر. واحد 4 الكيسان ديال الفينو، كما عودتكم بالكاس ديال العنبه باش عبرت 4 ديال الكيسان. وعندي هنايا 6 الكيسان ديال الفورص الدقيق الابيض، 6 الكيسان في 4. وضروري يكونوا مغربلين منخولين مزيان. اللي ما بغاش يدير كميه كثيره يدير النصف، يخدمهم ويجربهم ان شاء الله ويصدقوا معاه. غادي نحرك نمزج الخليط ما بيناتهم باش ندمجو. المهم انا غادي نديرها في العجانه، اللي بغى يعجنها في القصريه يعجنها في القصريه، وتقريبا نفس العجينه ونفس القوام اللي خاصكم تحصلوا عليه. واحد 2 معالق ديال خميره حبوب لان بارده بشويه الحال. معلقه نتاع السكر. ان شاء الله غادي نعجن بالماء يكون دافي. كما قلت لكم غادي نعجنوا بميه دافيه، تكون دافيه ماشي سخونه بزاف باش ما تقتليناش التفاعل ديال الخميره. ان شاء الله دابا غادي نديها العجانه. بالنسبه للملح، فاش غادي تكون تدلكوها في القصريه ولا في العجانه، ما حدها هي تتدلك وانتم تضيفوا شويه بشويه الماء. فهاديك الاوينه ضيفوا شويه ديال الملح. غادي نلوح شويه ديال واحد المعلقه هكا نقول ديال الملحه. صافي غادي نضيف عليها شويه ديال الماء وغادي نكمل العجن ان شاء الله. كان هذا هو العجين اللي تنحصلوا عليه كما تشوفوا. هو يلتصق في اليد، وانما نتوما مازال قاط راسو شويه. غادي ندير شويه الماء في يدي باش نديرو في الاول اللي غادي نخمرو فيه. صافي ان شاء الله غادي نخليها ترتاح تختمر على خاطرها وعاد نرجعوا ليها ان شاء الله. ضروري تغطى مزيان باش يتضاعف الحجم ديالها ونطلقها. العجين ديالنا هو تضاعف الحجم ديالو. خليته واحد 15 دقيقه ترتاح مزيان لغايه ما جبت المنديل وفرشته وقديت الامور ديالي. دابا ان شاء الله غادي نبدا نطلق معكم العجين. وها نتوما معايا بالنسبه لخلط شويه هنايا ديال الفرينه، ومهم فورس والفينو. الفورس درت شويه والفينو كثرت منه باش ما يجيكمش العجين ديالكم ميني بطبوط مدقسين.
قسمتهم كما شفتوني على ربعة الاقسام. ربعة الاقسام تشوفوا. بالنسبه الاولى باش بديت غادي نريحها واحد شويه باش تساعدنا في الطلق، وغادي نبداو. بسم الله. نقرش ضروري شويه الدقيق من التحت باش ما تلصق لياش العجين. تتمنى الصوره تكون واضحه. غادي نجيب القطاعه ونبدا نقطع. تشوفوا تتقطع معنا بسهوله. بالنسبه لهذا العجين اللي شاط حتى هو كما شفتوا عملتو كريه هكايا، وغادي نخليه حتى هو يرتاح. تشوفوا العجين كيفاش يجي. صافي غادي نبدا نستفو باش يخمر. بعد ما طلقت العجين الثاني كذلك غادي نبدا نطبع فيه. كما شفتوا هذه هي الكميه اللي انا حصلت عليها. مهم انا خرجت ليا 100 وزياده حبه، 112 بالضبط. بالنسبه للثمن تنخدم الحبه 30 ريال. كما شفتوا الفراح راني سخنته مزيان. دابا ان شاء الله غادي نبقى نحط. بسم الله. المهم انا غادي نبدا ملي حطيتها باش غادي نبدا نقلب. كما شفتوا ها هما تينتفخوا. هاد الانتفاخ ديالهم هو اللي تيعطينا هاد النفوخيه، تيعطينا ديك من الداخل تيكونوا محلولين. نتوما صافي نبداو نقلبوا فيهم. صافي اللي طابوا غنبقى نزولو فيهم.